ننتقل الآن إلى أمر علامة إخفاء النون الساكنة والتنوين. الآن في المصحف لو فتحت المصحف أنا، هل وضع علماؤنا علامات من خلال هذه العلامات أستطيع أن أعلم أن هذه النون مظهرة أو مدغمة أو مخفاة أو مقلوبة؟ بينا في الإظهار أن علامة الإظهار وضع السكون، في الإدغام الكامل تجريد النون من الحركة مع تشديد الحرف التالي، في الإدغام الناقص تجريد النون من الحركة مع عدم تشديد الحرف التالي، في القلب وضع ميم صغيرة فوق النون المقلوبة. هنا في الإخفاء نرى اللوحة تقول علامة إخفاء النون الساكنة في ضبط المصحف هي تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. إذن هذا يشبه مين يا إخواننا؟ يشبه الإدغام الناقص. لاحظوا الأمثلة: من دون، النون ما عليها شيء والدال ليس عليها شدة، تماما كالإدغام الناقص من حيث الضبط، لكن النطق مختلف. الضبط واحد والنطق مختلف. هذا لا، إذن لا، دائما لابد من المشافهة والتلقي. أن كان أيضا النون ما عليها شيء والكاف ليست مشددة. من قبل النون ليس عليها سكون والقاف ليست مشددة. هذا بالنسبة للنون. ننتقل إلى علامة إخفاء التنوين، نراها الآن أمامنا على اللوحة. علامة إخفاء التنوين في ضبط المصحف هي تتابع الحركتين مع عدم تشديد الحرف التالي. إذن هذا أيضا يشبه الإدغام الناقص. إذن الإدغام الناقص والإخفاء ضبطهما واحد ونطقهما مختلف، يضبط بالمشافهة. لاحظوا كالمثال الذي أمامنا: ماء ثجاجا. انظروا إلى التنوين الذي فوق الهمزة، لاحظوا بأن الفتحتين ليستا فوق بعضهما تماما، يعني ما هو تنوين متراكب، لا تركب الفتحة فوق أختها، وإنما متتابع. الفتحة الثانية العليا يعني زاحلة قليلا عن الفتحة التي تحتها، زاحلة عنها، هذا معناه متتابع. والثاء ليس عليها شدة مع عدم تشديد الحرف التالي. انظروا إلى المثال الأوسط: شيء شهيد، على كل شيء شهيد. لاحظوا التنوين الذي تحت الهمزة، لاحظوا بأن الحركة الكسرة الثانية قد زاحت قليلا عن الكسرة الأولى، ليست تحتها تماما، فهو متتابع وليس متراكب. ولاحظوا بأن الشين في كلمة شهيد ليس عليها شدة. المثال الثالث الذي نراه وهو تنوين رفع، نرى عين جارية، نرى بأن التنوين متتابع، يعني ضمة بعدها ضمة، الضمة الأولى علامة الضم وأن النون مضمومة، أما الضمة الثانية فيها علامة التنوين وليست تركب فوق أختها وإنما هي متتابعة. ولاحظوا بأن الجيم ليس عليها شدة. هذا هو ضبط النون الساكنة المخفاة وضبط التنوين